نشتري عقار ولا نستنى شوية؟ الأسعار هتعلى ولا في فقاعة والأسعار هتنزل؟ طب العقار استثمار آمن ولا مش هعرف أبيعه؟ الأسئلة دي بتجيلي تقريبا يوميا، وعندكم حق في اللخبطة دي، ودايما أجوبتي مش بتعجبكم، لأني بقول لكم إن محدش عارف مستقبل العقار في مصر إيه، وإن معظم اللي بيقولوا لكم اشتروا أو ما تشتروش إما عندهم وجهة نظر غير مبنية على أرقام حقيقية وقائع يعني متأكد منها، أو عنده مصلحة معينة. النهاردة بقى جبت لكم الدليل إن سوق العقار في مصر بالفعل فيه ضبابية، ومحدش عارف بجد إيه اللي بيحصل. مؤشر جي العالمي للشفافية العقارية. إيه بقى البتاع ده؟ شفافية عقارية يعني هل في معلومات عالية الدقة وموثوقة عن العرض والطلب؟ ايه هو حجم السوق؟ نسبة الاشغال؟ مستويات الايجار؟ وجود المعلومات دي بتقلل من مخاطر الاستثمار. ما هو انت لما تبقى عارف انت بتستثمر في ايه، والسكة قدامك لمدة 5 سنين ولا 10 سنين هتبقى عاملة ازاي، اكيد هتبقى عامل حسابك. وبالتبعية رؤوس اموال كتيرة تيجي تقدر تستثمر في العقارات عندك من غير ما تبقى قلقانة من مخاطر غير معروفة. مصر احتلت في المؤشر ده المركز ال 61 من اصل 89 دوله. بيحلل المؤشر السوق بتاعهم، وتم تقييمنا ان احنا من الاسواق الاقل شفافيه، وده نفس المركز اللي احنا كنا واخدينه السنه اللي فاتت في 2023. يعني مفيش اي تقدم او تاخر. بس قبل ما تصاب بالاحباط لازم تبقى عارف الاتي: التقييم ده بيشاركنا فيه دول عربيه كتير زي قطر، البحرين، عمان والمغرب، وفي تقييم اقل منه كمان اسمه الاسواق الغير شفافه خالص، ده اللي فيه لبنان، الجزائر، تونس والعراق. لكن الفرق بيننا وبين الدول التانية دي ان احنا بنسوق للاستثمار العقاري بشدة وبقوة الفترة اللي فاتت. يعني المفروض المنافسين بتوعنا في سوق الاستثمار العقاري يكونوا الامارات والسعودية، اللي بالفعل بيحتلوا مراكز متقدمة جدا في المؤشر ده. الاسواق الاكثر شفافية هي الاسواق اللي بتقدر تجذب استثمارات كبيرة، وبالتبعية بتقدر تحقق ارباح عالية. علشان كده بنلاقي مصريين بيروحوا يستثمروا في سوق العقارات في دبي، لأن دبي سوق العقار فيها شفاف تماما، وبيحتلوا المركز ال 28 عالميا.